الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي واصحابي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة أكبر أفندي الحقيقة بس عندي. أهلا بكم في فيديو جديد ولايف جديد. فيديو كده هنتكلم فيه باختصار عن النادي الأهلي. طبعا الأخبار الأخيرة بتاعت النادي الأهلي كلها مش كويسة بعد مباراة سيراميكا. ما كسب، بس هي اللي عدلت الدنيا شوية وخلت الناس يعني تبدأ تستعيد شوية الثقة في الفريق، ولكن الحقيقة الفريق مهتز بشكل كبير، والأهلي فيه قلة ثقة وقلة روح وعدم رجولة، كلام كتير جدا في اللعيبة اللي جات للأسف كل اللي هممها ماديات. ما بقاش فيه الروح اللي احنا كنا بنشوفها دايما في النادي الأهلي، واللعيبة اللي بتلعب باسم النادي الأهلي مش باسمها هي. ما علينا، المهم ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه فيه مجموعه قرارات طبعا، وفي كلام كتير جدا، وهيلعب مباراه حرس الحدود ثم مباراه الزمالك، وللاسف امام عاشور طبعا نتمنى له الشفاء، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. نفس الكلام زيزو مش هيلعب مباراه، اعتقد برضه مش هيلحق ماتش الزمالك، هو عايز يلحقه باي طريقه ولكن ما اظنش انه هيلحق المباراه، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويقدر يلحق اللقاء. اما عن كابتن محمود الخطيب فلسه هو بيدرس الرجوع عن قرار عدم الترشح لانتخابات الاهلي اللي جايه. في حاله ترشحه هيبقى ياسين منصور تقريبا في الغالب 90% هيبقى هو النائب، وهيبقى الكابتن سيد عبد الحفيظ مسؤول مسؤوليه كامله عن ملف الكره، ولكن هنشوف، لان بالفعل النادي الاهلي محتاج وقفه كبيره جدا، محتاج ان ناس كتيره جدا تبقى فيها رجوله وروح من جديد. ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون الاهلي على مستوى الطموح الجماهير ونشوفه في احسن حال. ما تنسوش تدعمونا انك تنتشر اللايك وتشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد، وسيبوا لي تعليق حلو وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، اسيبكم دايما في رعايه الله. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي واصحابي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة أكبر أفندي الحقيقة بس عندي. أهلا بكم في فيديو جديد ولايف جديد. فيديو كده هنتكلم فيه باختصار عن النادي الأهلي. طبعا الأخبار الأخيرة بتاعت النادي الأهلي كلها مش كويسة بعد مباراة سيراميكا. ما كسب، بس هي اللي عدلت الدنيا شوية وخلت الناس يعني تبدأ تستعيد شوية الثقة في الفريق، ولكن الحقيقة الفريق مهتز بشكل كبير، والأهلي فيه قلة ثقة وقلة روح وعدم رجولة، كلام كتير جدا في اللعيبة اللي جات للأسف كل اللي هممها ماديات. ما بقاش فيه الروح اللي احنا كنا بنشوفها دايما في النادي الاهلي، واللعيبه اللي بتلعب باسم النادي الاهلي مش باسمها هي. ما علينا، المهم ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه فيه مجموعه قرارات طبعا، وفي كلام كتير جدا، وهيلعب مباراه حرس الحدود ثم مباراه الزمالك، وللاسف امام عاشور طبعا نتمنى له الشفاء، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. نفس الكلام زيزو مش هيلعب مباراة، اعتقد برضه مش هيلحق ماتش الزمالك، هو عايز يلحقه باي طريقة ولكن ما اظنش انه هيلحق المباراة، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويقدر يلحق اللقاء. اما عن كابتن محمود الخطيب فلسه هو بيدرس الرجوع عن قرار عدم الترشح لانتخابات الاهلي اللي جاية. في حالة ترشحه هيبقى ياسين منصور تقريبا في الغالب 90% هيبقى هو النائب، وهيبقى الكابتن سيد عبد الحفيظ مسؤول مسؤولية كاملة عن ملف الكرة، ولكن هنشوف، لأن بالفعل النادي الأهلي محتاج وقفة كبيرة جدا، محتاج إن ناس كتيرة جدا تبقى فيها رجولة وروح من جديد. إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون الأهلي على مستوى الطموح الجماهير ونشوفه في أحسن حال. ما تنسوش تدعمونا إنك تنتشر اللايك وتشترك في القناة وفعل الجرس على الكل. تحياتي ليكم واشوفكم في فيديو جديد، وسيبوا لي تعليق حلو وقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، اسيبكم دايما في رعاية الله. سلام.